على أرض النقب الأبي، الإخوة الأعزاء الذين يرفضون كل أنواع المساومة، كل أنواع المقاورة على هذه الأرض والمناورة والإغراءات، الترغيب والترهيب من أجل التنازل عن هذه الأرض. نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة تراهن مرة والأخرى وتقول انه ممكن تمرير كل المؤامرات والخطط على البدو وعلى العرب في الجنوب، لانهم لا يقرؤون شيئا، وان قرأوا لا يفهمون. والسياسيين الذين يناضلون سواء في البرلمان ولا في المؤتمرات الصحفية ما بيمثلوا حد. وجئتم هنا انتم اليوم لتقولون نحن اصحاب القضية، وكل واحد منا هو عبارة عن محامي مدافع عن ارضه وعن وطنه، ولا يتنازل اي منا عن شبر ارض واحد بل عن ذرة تراب واحدة من ارض العرب. جئتم هنا اليوم ونحن كلنا اعزاز وتقدير لوقفتكم هذه. هذا دليل على وعي سياسي، وعي سياسي كان ينقصنا فترات طويلة في النقب. جئتم الآن لتكسروا رهان المؤسسة الإسرائيلية، وتقولون أنه عندما تتكلم قياداتنا وتقول أننا مع إسقاط مخطط برافر ونحن ضد مخطط برافر، كلنا نقول على نفس المنوال وعلى نفس الكلمة وعلى نفس الوتيرة، بل كلنا أشد حرصا على تراب النقب وعلى أرض النقب حتى من قياداتنا. لا يفرط فيها لا شاب ولا شايب، لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة، لا مثقف ولا أمي. كلنا بإذن الله تبارك وتعالى صامدون هنا، مرابطون هنا، ثابتون هنا، قائمون وقاعدون هنا حتى يأتي فرج ربنا سبحانه وتعالى. ولا تفريط في أرض الجدود، لا بيع، لا مساومة، لا تفريط، لا تنازل، حتى يحق لنا حقنا الذي هو أرضنا، أرض الآباء والأجداد. أيها الإخوة، وأنتم مستهدفون بهذا المخطط بالدرجة الأولى. كما سمعتم في السابق إنه أرض إخواننا العزازمي في الجنوب مهددة في 200,000 دنم بالمصادرة، وهذه 200,000 تستحق منا أن يخرج كل منا، صغيرنا وكبيرنا، رجلنا وامرأتنا، أن يخرج الجميع من بيته لكي يهتف ضد هذه المخططات وضد هذه المؤامرات. ولقد سقطت قبل هذا المخطط مؤامرات مختلفة ومخططات عديدة سقطت على أرض الصمود وعلى أرض الثبات والرباط. إذا رأوا فينا استمرارية، وإذا رأوا فينا إصرار على حقنا وبقاء على موقفنا، فإن الدولة تضطر أن تراجع مواقفها الموقف تلو الآخر، ويجب أن يتراجعوا هم، لا نتراجع نحن إن شاء الله رب العالمين. إخواننا، مسيرتنا النضالية بدأت بالمظاهرة الكبرى في بئر السبع في 6 أكتوبر، وهي مستمرة اليوم في وقفة المفارق في 5 مفارق على مستوى النقب فيها مثل هذه التجمعات بفضل الله سبحانه وتعالى. الآلاف كانوا في بئر السبع في 6 أكتوبر، الآلاف اليوم في 25 أكتوبر، لكي يقولوا نحن جميعا مصرون معاندون على أن نبقى في هذه الأرض، لا نتزحزح عنها أبدا. لا نكبة بعد اليوم لعرب النقب، لا يمكن أن تتكرر النكبة، لا يمكن أن يتكرر اللجوء والتهجير مرة أخرى. نعم يا إخواننا الكرام، الذين يعيشون الآن في المدن الثابتة والقرى الثابتة لا يستطيعون أن يقولوا أي كلمة تشجيع لأهلهم في القرى غير المعترف بها، ويقول لهم تعالوا ادخلوا في قرانا ومدننا، ابقوا على أرضكم، اثبتوا في ميادينكم في أرضكم، ولو هدموا البيت سنبنيه مجددا، ولن نتنازل بإذن الله تبارك وتعالى عن موقفنا. القيادة العربية في البلاد بجميع أحزابها وجميع قوائمها بحركاتها السياسية، الجميع يقفون إلى جانب النقب، والجميع يشعر بأن أرض النقب هي العمق الاستراتيجي لجميع العرب في البلاد، هي يعني الأرض المتبقية الوحيدة للأجيال القادمة. في الشمال في المثلث والجليل لم تبقى هنالك أرض للأجيال القادمة على الإطلاق. إذا كان هنالك متسع
إذا كان هنالك يعني عمق استراتيجي أو بعد أو أرض احتياط لم تبقى إلا في النقب، ونحن بإذن الله مصرون على عدم التنازل عنها إن شاء الله رب العالمين. يا إخواني، كل منا على ثغرة، إياكم أن يضحك على واحد منا، إياكم يضحك على واحد منا، إياكم أن يستغل أي واحد منا في لحظة ضعف، إياكم أن تنفرد السلطات بأي واحد منا لكي تعقد معه صفقة وهمية ولكي يضحك على ذقنه كما ضحك على ذقون الكثيرين من قبل. وطبعا باخر وبراذر وغيرهم يعرفون حقيقة بأنهم يبيعون علينا وهم ويبيعون علينا خيالات وهباء منثور وكذب مفضوح، ونحن لن تمرر علينا هذه السياسات بإذن الله تبارك وتعالى. إخوانا الكرام، يعني كما صمدتم وكما ثبتتم حتى يومنا هذا 63 سنة على أرضكم، نحن مصرون على البقاء على هذه الأرض وتوريثها للأبناء وللأحفاد ولأحفاد الأحفاد إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. ولا يسطر علينا التاريخ يوما من الأيام أننا خنا أو خذلنا أو بعنا أو سمسرنا أو تنازلنا أو فرطنا في حق آبائنا وأجدادنا الذين أبقوها لنا تراثا يبقى إلى قيام الساعة إن شاء الله. بوركت هذه الجهود، بوركت هذه اللحى الغانمة، بورك هؤلاء الشيوخ الكبار الأعزاء، بورك هؤلاء الشباب أهل النخوة والشجاعة والشهامة بإذن الله تبارك وتعالى. امضوا إلى الأمام، والله معكم، والله يحفظكم، والله يرعاكم، وإن شاء الله تعالى بصمودكم ستنكسر كل مخططات المصادرة إن شاء الله تعالى، وقضيتنا منتصرة بإذن الله رب العالمين. الله معكم والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.